والمشكلة لمّا بنتكلم عن كلمة مهنية الناس دايمًا بتربطها بالوظيفة. الهوية المهنية هي قناعات الإنسان لإدارة حياته بالكامل، لإن المسار المهني هو تعليم، وهو توظيف، وهو علاقات اجتماعية، هو علاقات أسرية، هو استمتاع، هو كل ما يمُر به الإنسان في حياته اسمه المسار المهني. فإذا كنت أنا بامشي في هذا المسار فأنا ليّا هوية، الهوية دي بتميزني عن آخر، مش معناه إن أنا أفضل من آخر، لأ، بتخلّيني أنا بشكل مختلف عن الآخر. فعدم إدراكي للهوية المهنية بيوقّعني في تحديات كتيرة جدًا، جدًا، بتخلّيني مش عارف أدير مساري بشكل صحيح ومش عارف أتطوّر بشكل صحيح. إدراك الإنسان لهويته المهنية بتنعكس على فهمه لذاته بشكل جيد، وبتنعكس أيضًا على فهمه للآخرين بشكل أفضل مما هو عليه. الهوية المهنية هي مجموعة من المركبات يجب على الإنسان أن يدركها في سن مبكر. للأسف الشديد إحنا ما حدش علّمنا ده، في المجتمعات بتاعتنا ما حدش علّمنا ده، ما درسناهوش لا في مدرسة ولا حد علّمنا فيه في طريقة التربية إجمالًا، فأصبح بنمارس حياتنا بشكل وإحنا مش عارفين حاجات كتيرة أوي عن أنفسنا.